ازيكم عاملين ايه؟ صينيه الكفته بالطحينه. صينيه الكفته بالطحينه دي من احلى الوصفات اللي انا عملتها صراحه، لان انا بحب ميكس الكفته مع الطحينه مع الخضار اللي هقولكوا على طريقته دلوقتي. في الاول كده انا بجيب 3 4 بصلات يكون حجمهم كبير واقطعهم كبير برضه، مع فلفل الوان وفلفل رومي، بس انا هنا ما كانش عندي فلفل رومي فاكتفيت بالفلفل الالوان. وبعدين برصهم في صينيه واحط عليهم التوابل. انا هنا بحب اطعم الخضار بالتوابل بحيث يدي طعم كده، يعني بحب اطعمهم بالتوابل يديله طعم. ملح، فلفل اسمر، كمون، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، وكزبره ناشفه. واضيف عليهم ميه بصل، ميه البصل اهي، واحطهم في الفرن. انا عايزه طعم الشوي، طعم الشوي يعني بشويهم ربع ساعه تلت ساعه لحد ما ايه يشوا. وفي الوقت ده انا بكون بحضر الكفته. الكفته بجيب لحمه مفرومه على حسب الكميه اللي انت محتاجاها، واحط عليها بصل معصور كويس قوي اللي انا خدت منه ميه البصل، واحط عليهم بقى التوابل، فلفل اسمر، ملح، كمون، برضو نفس التوابل اللي حطيناهم على ايه على صينيه الخضار. وبس بضيف عليها نص معلقه بيكنج باودر واكورها واضيفها على الصينيه اول ما تخرج من الفرن بالمنظر ده كده بالظبط. وبعدين احط عليها ربع كوبايه من الزيت، تمام كده، واروح مدخلها الفرن تاني لمده ربع ساعه لحد ما الكفته تستوي. في الوقت ده انا بعمل بقى صوص الطحينه. كوبايه كبيره من الطحينه عليها معلقتين 3 من الزبادي، ورشه كمون، وملح، وعصره ليمون، وميه مغليه لحد ما ياخد القوام المظبوط. القوام المظبوط لا خفيف قوي ولا يكون تقيل قوي، انا عايزاه قوامي كده مظبوط، كانك بتعملي عيش الكريب كده، القوام اللي هو الايه زي ما انتوا شايفينه قدامي. وبحط هنا رشه بابريكا واضربهم كويس قوي، هو القوام ده اللي انا محتاجاه. تخرج الصينيه بقى واروح ضايفه صوص الطحينه عليها، وادخلها الفرن لمده ربع ساعه ياخدوا يدوا مع بعض كده، وتطلع احلى صينيه كفته بالطحينه. طعمها روعه وفي منتهى الجمال، خطيره يا جماعه. اعتمديها على سفرتك في رمضان، وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه، وباي باي.